السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تزال الحياة الخاصة للاعبي المنتخب المغربي تثير فضول العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول بعضهم خبر انفصال اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي عن الممثلة التونسية هبة عبوك على نطاق واسع، وأثارت عبوك تكهنات الجمهور حول انفصالها عن حكيمي بعدما سافرت بمفردها إلى المالديف للاحتفال بنهاية رأس السنة، في الوقت الذي عاد فيه اللاعب إلى نشاطه الكروي بنادي باريس سان جيرمان. واجتاح خبر انفصال ثنائي مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، لكنهما لا يزالان يتابعان بعضهما البعض على مواقع التواصل الاجتماعي ويتبادلان الإعجابات على صورهما. ويذكر أن عبوك جذبت إليه عدسات الكاميرا خلال مونديال قطر 2022، حيث انتشرت لها العديد من مقاطع الفيديو من داخل الملاعب القطرية مرتدية قميص المنتخب المغربي يحمل اسم حكيمي. وولد حكيمي في مدريد بإسبانيا، وتم اكتشافه مع ريال مدريد وهو في السابعة من عمره، بينما كان يلعب لفريقه المحلي كولونيا إيفيكيفي. وانطلقت مسيرته الكروية خلال فترة إعارته لمدة عامين في بروسيا دورتموند، قبل انتقاله إلى إنتر ميلان بقيمة 35 مليون جنيه استرليني، حيث فاز بالدوري الإيطالي في موسمه الأول. وفي أثناء وجوده بألمانيا في عام 2018 التقى بزوجته هبة عبوك البالغة من العمر 32 عام، وهي ممثلة من أصول تونسية وليبية، ولدت أيضا في مدريد. تزوجا بعد عامين من لقاء